درسنا النهارده بيتكلم عن الحضاره المصريه القديمه. نركز بقى مع بعض عشان نفهم الناس ده هي كانت شغاله ايه او كانت بتعمل ايه. الحضاره المصريه القديمه ازاي قامت؟ تعال نبدا من البدايه خالص، من اول ما كان عندنا انسان عصري متجرد، انسان ما عندوش اي حاجه تماما. الكلام ده امتى؟ قال لك الكلام ده ظهر لما ظهر المصري القديم. قال لك كان عايش فين؟ زمان جدا. المصري القديم كان عايش فوق الهضاب. كنت بتعمل ايه يا مصري قديم؟ قال لك كانت كل حياته هو البحث عن الطعام، بس يبحث عن الاكل. طب فين المسكن؟ ما كانش له مسكن، ده هو كان بيلف يروح الجهادي يلاقي شجره مليانه ثمار، ياكل من الشجره، بعد ما يخلص عايز انام، يروح ينام. ينام فين؟ قال لك ينام في كهف. يبقى كان بيسكن الكهوف، اي كهف بقى، هنا. طيب هو كان بيدور على الثمار بس؟ لا، ده قال لك كان بيدور على الحيوانات عشان خاطر ان هو ياكلها. ايه ده؟ كان بياكلها نيه؟ لا. قال لك لا، كان بيشويها، بيولع النار. كيف اكتشف النار؟ قال لك ان المصري القديم كان راجل محترم جدا، لدرجه ان هو كان مبتكر. ازاي؟ جاب صخرتين ضربهم في بعض، الصخرتين عملوا ايه؟ عملوا شرار. الشرار ده ادى الى انه اخترع النار. ده مش بس كده، ده قال لك ان هو راح جاب الغابه او اي خشبه موجوده معاه وما بين الصخرتين، وبدا ان هو بسبب الاحتكاك يلف. قال لك برضه النار ولعت معاه، يعني معنى كده ان هو اكتشف النار. كل ده كان فوق مين؟ الهضاب. لحد ما حصلت المشكله او الكارثه. الهضاب ده كان بينزل عليها امطار، والامطار هي اللي كانت تخلي الثمار تظهر. فقال لك للاسف الامطار دي ما عادتش موجوده، وده اسمه الايه؟ اسمه الجفاف. فبالتالي حل الجفاف على الايه؟ على الهضاب. طب يا مصري قديم انت هتروح فين؟ قال لك نبحث عن مكان تاني موجود فيه ايه؟ موجود فيه ميه. الميه، طب ما تيجي نشوف. قال لك الميه بتروي العطشان. هيروح فين؟ الراجل هيبدا يبحث. قال لك راح على مكان كبير جدا ذو ايه؟ قال لك ذو فروع كتيره جدا من النهر. ايه ده؟ كانوا كام فرع دول؟ 7 فروع. 7 فروع نهر النيل. الفروع دي كلها كانت موجوده فين؟ قال لك كانت موجوده في الدلتا النيل. الراجل نزل اتفاجئ، قال لك ايه ده؟ ده انا موجود عندي ميه. ايوه، الميه دي بتعمل ايه يا محترم؟ قال لك الميه دي هروح ادمجها مع الطين اللي موجود، يروح يطلع لي ثمار. يبقى اذا اول حاجه عرفها لما نزل على ضفاف الانهار، عرف الزراعه. سلام عليك يا مصر يا قديم. طيب هو اكتشف الزراعه، يعني معنى كده هيزرع في المكان اللي هو فيه، صح؟ يعني كده محتاج يبني ايه؟ يبني بيت. طب ما تيجي تعمل البيت. قال لك البيت بقى بتاعي مش هيبقى زي الكهف. قال لك هروح اجيب ايه؟ هنعمل ميكس كده، نروح نجيب ميه، نجيب طين، نحطهم على بعض، ادمج، عملنا طين. الطين ده هاخده هحطه في قوالب. القوالب دي هاخدها احطها في الشمس. يبقى انا كده عملت قوالب من الطين اهو، دمجت الميه عملت طين. فهاخدها احطها في الشمس والاقيها نشفت. اول ما تنشف يبقى اعمل عندي قالب من الطوب اسمه الطوب اللبني اللي هو الطيني. اخد بقى الطوب وراح عمل بيت ورصه فوق بعضه لحد ما عمل بيت من الطوب اللبن او بيت ني من الطين برضه يا استاذ عشان يلزقهم في بعض. يبقى كده عمل لنفسه بيت. بعد ما عمل البيت قال لك الراجل ده اهو كان زمان بيصطاد الحيوانات، بيدور عليها ويصطادها. لا دلوقتي بقى انا عايز استأنسها، عايز اخدها رب الحيوانات. فعلا اخد الحيوانات ورباها. كل دي كانت في عصور ما قبل التاريخ. كان عندي كام عصر؟ قال لك كان عندي 4 عصور. العصر الاول اسمه عصر حجري قديم، وده اللي كان موجود في المصري القديم على الهضاب. العصر الثاني اسمه عصر حجري حديث، وده اللي المصري القديم ساب فيه الهضاب ونزل على نهر مين؟ النيل. ده اسمه عصر حجري حديث. العصر الحجري الحديث اكتشف بقى في الزراعه وبنى بيوته، وبعد كده هيبدا يبحث. ظهر عندي عصر جديد اسمه عصر النحاسي. العصر النحاسي ده اللي هو عصر المعدن، اللي هو هيبدا ان هو يدور فيه على الايه؟ قال لك يدور على النحاس، يدور على الصخور، يدور على الحديد، يدور على الذهب والفضه، بيبحث. العصر اللي بعده اسمه عصر ما قبل الاسرات. وده العصر المهم بالنسبه لي. يبقى انا عندي دي العصور اللي ما قبل الايه؟ ما قبل التاريخ. يعني ايه ما قبل التاريخ؟ اي بمعنى ما قبل معرفه القراءه والايه؟ والكتاب. تمام؟ يبقى دول ما قبل التاريخ. انا عندي العصر اللي يهمني هو العصر ده. خلاص احنا عرفنا ان هو نزل على وادي النيل. قال لك بقى يعمل ايه؟ بنى بيت. البيت جنب بيت جنب بيت هيبني قريه. القريه جنب قريه جنب قريه هيبني مدينه. للمدن مدينه هيبني اقليم. وكلمه اقليم اي بمعنى ايه؟ محافظه. ماشي يا عم المصري القديم، انت راجل محترم. بعد ما عملت اقليم او بعد ما عملت محافظه، المفروض ان احنا رايحين نعمل ايه؟ قال لك عايز اعمل عاصمه لمصر. عاصمه لمين؟ ايه هي بقى العاصمه اللي هيعملها؟ قال لك هنعمل اول عاصمه لمصر. دي كانت موجوده في عين شمس، واسمها ايه؟ قال لك اسمها اون
او لها اسم تاني هليوبلس. هليوبلس، سيبك من هليوبلس لان كلمه هليوبلس دي كلمه يونانيه. انا عايز الكلمه المصريه القديمه، هي كلمه ايه؟ العاصمه دي اتعملت سنه كام؟ قال لك كل ده قبل معرفه المصري القديم الكتابه. امتى؟ قال لك سنه 4242 قبل الايه؟ الميلاد. كل ده قبل ما المصري القديم يعرف يقرا ويكتب. عمل لنفسه عاصمه سميت بايه؟ بأون. دي كان اسمها الوحده الاولى. يبقى الوحده الاولى ظهرت في عصر ما قبل مين؟ الاسره. يبقى كده هم عملوا عاصمه اللي هي عاصمه مين؟ اللي هي عاصمه مصر الاولى، كانت سنه 4242 ودي سميت بالوحده الاولى. لحد ما حصلت المشكله الثانيه، قال لك ان الناس اللي موجوده في الجنوب والناس اللي موجوده في الشمال ما عجبهمش الوضع. فايه اللي حصل لمصر؟ انقسمت قسمين، مملكه الشمال ومملكه الجنوب. ايه يا مصر؟ مالك؟ قال لك كل واحد عايز يعيش على مزاجه. تعال نشوف. مملكه الشمال كانت موجوده عندنا في كفر الشيخ، كان اسمها بوتو. ومملكه الجنوب كانت موجوده في اسوان، اسمها نخب او نخن، اسمها دلوقتي الكاب. ودلوقتي بوتو دي موجوده في العجوزين حاليا في كفر الشيخ. المهم علينا، يبقى دول ودول، يبقى مصر انقسمت قسمين. كل ده في عصر ما قبل الايه؟ الاسره. ايه يا جدعان، هو ما حدش عارف يلمكم؟ يعني الوحده الاولى حصل لها انقسام، يبقى الوحده الاولى نجحت ولا فشلت؟ فشلت، لانها انقسمت. مصر انقسمت قسمين، مملكه الشمال ومملكه الايه؟ الجنوب. طب نعمل ايه؟ قال لك لازم يكون موجود عندنا ملك قوي يوحد المملكتين. لحد ما ايه؟ قال لك جيتنا اهو، المكان ده اسمه الاقصر، او زمان كان اسمه طيبه. طيبه ظهر منها ملك اسمه نعرمر او نرمر. خلاص، نعرمر او نرمر. الملك ده هو ده الملك القوي اللي هيقدر يوحد المملكتين. عمل ايه؟ اخذ جيش واتجه بيه على مملكه نخب، واخدها واتجه بجيشه على المملكه بوتو واخدها، فقدر ان هو يوحد مصر. قال لك بس هو انتوا كل شويه هتعملوا مشاكل؟ ما تيجوا اما اعمل لكم مملكه في النص. في النص؟ فين في النص؟ قال لك هنا اهو يا سيدي، وسماها عاصمه مصر. سماها باسم ايه؟ لها اسم، ممكن نقول من، اسم سهل جدا، او ممكن نقول من نفر. تمام، بس هنقول من نفر. يبقى كده مين الملك اللي جه ووحد مصر؟ نعرمر. عارفين الكلام ده امتى؟ قال لك نعرمر اسس الوحده ثانيه سنه كام؟ قال لك سنه 3200 قبل الميلاد. دي الوحده كام؟ الوحده ثانيه. يبقى انا كده فهمت من الكلام ان مصر كانت منقسمه وبعد ذلك رجعت ثاني في الوحده الثانيه. يبقى في الوحده الاولى كانت عاصمه مصر اسمها أون، في الوحده الثانيه كانت عاصمه مصر اسمها امسح منف. هي دي العاصمه الثانيه لمصر. واصبحت بقى مصر من اول ما الملك نعرمر قدر ان هو يوحد المملكتين، مصر ظهر فيها حاجه اسمها الاسرات. ظهر فيها حاجه اسمها ايه؟ الاسرات. ايه الاسرات دي؟ قال لك مصر كان موجود فيها بالظبط 30 اسره. ايه ده بقى؟ استنى عشان افهم لو سمحت. يعني ايه 30 اسره يا انس؟ يعني حضرتك دلوقتي انت موجود عندكم العيله بتاعتك، بابا يجي انس يخلف يجيب ولد، ويجي اللي بعده يخلف يجيب ولد، وهكذا. خلاص، لو ما جابش ولد بقى عمه يحكم، اخوه يحكم، وهكذا تفضل ماشيه بهذا المنطق. دي اسره اللي هو العيله بتاعتك. اول ما تحكم بقى كل عيله بتيجي بتحكم، فبسميها العيله الاولى، العيله الثانيه، العيله الثالثه، العيله الرابعه، وهكذا. فانقسمت مصر الى ايه؟ اسره. هو مين اللي عرفنا الكلام ده كله؟ هو احنا دلوقتي بنعرف الكلام ده ازاي؟ مين اللي قال لنا؟ المفروض ان كل الكلام ده كان منقوش على الجدران والمعابد. طب مين اللي كتب كل الكلام اللي موجود في الجدران والمعابد؟ ومين اللي عرفنا ان في 30 اسره؟ تعال اقول لكم مين. في مؤرخ ولازم اكون عارفه جدا، هو اللي عرفنا التاريخ المصري القديم كله، اسمه مانيتون السمنوت. هو ده المؤرخ. المؤرخ ده كان كاهن في عصر البطالمه، هو اللي قدر ان هو يكتب التاريخ المصري القديم ويعرفه لنا كله بالمنطق اللي هنتكلم عنه. يبقى احنا كده عرفنا ان الوحده الاولى ايه اللي حصل لها؟ فشلت. ولكن الوحده الاولى هتبدا تنجح، لان اللي عملها الملك مين؟ نعرمر. له اسم تاني. كلمه نعرمر دي ده اسمه، نرمر ده اسمه، ولكن الاسم الثاني اسمه ايه؟ مينا. من هو مينا؟ كلمه مينا بمعنى الموحد، لانه قدر يوحد مملكه الشمال ومملكه الجنوب. يا سلام عليك يا مينا. يبقى كده لما الملك مينا وحد مصر لازم ده يبقى له اسمه عصر جديد. العصر بتاعه اسمه ايه؟ اسمه العصر العتيق، لانه قدر ان هو يحرر مصر. يبقى انا عندي العصر الاول اسمه العصر الايه؟ العصر العتيق. يا سلام عليك يا عم مين. العصر العتيق مش احنا قلنا كان عندنا 30 اسره؟ العصر العتيق فيه كام اسره؟ قال لك اسرتين اتنين، الاولى والثانيه.
يبقى ده العصر العتيق. يبقى لما اسال سؤال واقول مين مؤسس الاسره الاولى هتقولوا لي الملك نعرمر او مينا. يبقى كلمه مينا هنا بمعنى الايه؟ الموحد. طب السؤال بقى هنا دلوقتي، هو العصر العتيق له مسمى تاني؟ قال لك اسمه عصر البناء والتاسيس. وهنا انا اللي هسالكم ليه سموه بعصر البناء والتاسيس؟ صح؟ لأن نعرمر قام بتوحيد مملكتي الشمال والإيه؟ في عاصمة واحدة سميت منة. يبقى كده لما أقول العصر العتيق له اسم تاني هتقول لي اسمه إيه؟ عصر البناء والتأسيس. الله ينور عليك. ليه عصر البناء والتأسيس؟ أقول له لأن الملك نعرمر وحد مملكة الشمال ومملكة الجنوب وعمل عاصمة لمصر وسماها. الكلام ده كان سنة كام؟ 3200 قبل الميلاد، بعد ما كانت مصر منقسمة. يجي بقى الدور، أنا عايز أعرف العصر العتيق ده كان له خصائص ولا ما كانش له؟ يعني إيه خصائص؟ يعني كان له مميزات ولا لا؟ العصر العتيق ده أولاً له 3 مميزات مهمة. أول ميزة كانت موجودة عندي قال لك الاستقرار وتحقيق الأمن. عايز أقول حاجة مهمة، المصري القديم لو ما كانش استقر على ضفاف النيل ما كانش هيعمل حضارة خالص، لأن الحضارة هي إيه؟ قال لك كل ما يقوم به الإنسان سواء كان مادي أو معنوي، يعني أي حاجة الإنسان بيقوم بيها سواء كان بقى المعابد اللي عملها، المقابر، أي عمران عمله، بالإضافة إلى الأدب والعلوم، كل دي حضارة. يبقى هم قايل اهتموا بتأسيس مصر. اهتموا بتأسيس مين؟ مصر. تمام؟ يبقى كده الاستقرار والأمن، هقول له إيه اللي موجود في الاستقرار والأمن؟ هقول اهتموا بتأسيس مصر وبناء الحصون. وأنا عايز أسأل سؤال، هو ليه بنى الحصون؟ برافو، عشان يدافع عن مصر من اي عدو جاي. يبقى ده اول واحد. طب نخش على الثاني، قال لك الاهتمام بالعماره. المصري القديم ده هو اول حاجه كان بيفكر فيها هي المقبره بتاعته. ما كانش بيفكر ازاي بقى هيعيش ويجيب فلوس وعربيات، وما كانش في الكلام ده. هو كان يفكر انا هبني مقبرتي فين وهعمل ايه. تعال اقول لكم، اول حاجه خالص المقبره بتاعته كانت عباره عن حفره تحت الارض. افحر يا ابني، ادفن، يلا مع السلامه، يلا ماشي. ده كانت في البدايه خالص، ولكن بعد كده بدأت تتطور. اتطورت ازاي؟ قال لك اتطورت ل3. تعالوا نفهم. اول حاجه كانت عباره عن حفره، ركز كده معايا، سلم اهو، السلم ده تحت الارض، كل اللي هنرسمه تحت الارض سلم، وفي اخر السلم عندك حجره الدفن. بس السلم ده يعني معنى كده ان الحجره تحت الايه؟ عامل اوضه تحت الارض. طب الاوضه دي هل فوقها حاجه بتميزها؟ قال لك كانت ايه؟ قال لك عباره عن مصطبه فوق الارض، كانت مبنيه من الطوب اللبن، عشان كده ما عادش موجود. كانت مبنيه من الايه؟ يبقى اول حاجه كانت عباره عن مصطبه، المصطبه كانت مبنيه من الطوب اللبن. انزل بسلم على حجره الدفن. طب بعد كده قال لك هنبدا نتطور، هتعمل ايه؟ قال لك يا عم الحاج انا بدل ما يبقى عندي مصطبه واحده وحجره الدفن تحت، انا هعمل عده مصاطب. ولكن العده اللي موجوده هنا اللي هي عده مصاطب كانوا عباره عن 6 مصاطب. مين اللي عملهم؟ قال لك اللي عملهم اللي جه في العصر اللي بعد العصر العتيق، الملك اللي مؤسس الاسره الثالثه كان اسمه الزوسر. يبقى عامل هنا عده مصاطب. يبقى كانت مصطبه ثم اصبحت المصطبه الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه، اللي هو هرم مدرج. بس ثواني بقى، هنا المصطبه دي كانت مبنيه من الطوب اللبن، عشان كده اختفت. احنا بقينا بنلاقي بس الحجرات اللي تحت، انما دي لسه موجود لانها كانت مبنيه من الحجاره، صخور ضخمه، فلسه موجود. نروح على اللي بعد. يبقى دي المرحله الثانيه، دي الثالثه. المرحله الرابعه المهمه جدا، قال لك اصبحت عباره عن هرم كامل، اللي هو هرم هرم خوف. يبقى المصري القديم انا كده عرفت المقابر اهي، بس انا مش عايز هنا بس غير هي حاجه واحده بس، اللي هي اصبحت من حفره الى مصطبه واحده. شكرا. ومبنيه من الطوب اللبن. المصاطب الثانيه دي هجيبها في العصر اللي بعد ده. تمام. نروح على الثالثه. الثالثه بقى قال لك اهتمام بالانشطه الاقتصاديه. ما تيجي نكمل قصتنا كده عشان نعرف ايه الانشطه الاقتصاديه دي. القصه بتقول يا جماعه ان المصري القديم عايز يدور على اي حاجه عشان يعمل نفسه حضاره، صح؟ طيب يدور على ايه؟ قال لك ما عادش عنده غير الثروه الطبيعيه اللي هي المعادن، الصخور، عشان خاطر يبدا ان هو يبني المقبره بتاعته. تمام. الراجل ده ما سكتش، ده بدا يبحث في مصر كلها، لدرجه ان هو ذهب الى سيناء، ارض ارض الفيروز.
راح هناك قال لك ان هو لقى كل ما تشتهي الانفس، لقى معادن، لقى صخور، وبدا يعيش حياته بقى. طب تعمل ايه؟ قال لك عمل هناك محاجر. المحاجر اللي موجوده دي اللي هو هياخد بقى، يقطع وياخد، يقطع وياخد. يبقى هو اول حاجه في الاهتمام بالانشطه استغل محاجر ايه؟ محاجر سيناء اللي كانت في مقوله اخرى كان اسمها ايه؟ ارض الفرس. بعد كده قال لك الراجل ده هيبدا ان هو يسيطر على مكان مهم جدا في مصر. مكان ايه؟ قال لك مكان على نهر النيل عشان يامن حدوده. قال لك مين؟ لا، زمان كان نهر النيل مليان صخور، الصخور دي كانت بتعيق اي حد ان هو يعدي، فهو عايز يسيطر عليه عشان ما حدش يجي. كان اسمه ايه بقى زمان؟ اسمه الجندل. وانا ما كانش عندي جندل واحد، ده كانوا واحد واثنين وثلاثه واربعه. يبقى هو هنا هيبدا ان هو يسيطر على الجندل الاول اللي موجود. يبقى ما المقصود بالجندل؟ هم قايل له عباره عن صخور موجوده في نهر مين؟ النيل. يبقى ده الجندل. يبقى تاني حاجه سيطر عليها هقول له سيطر على جنوب الجندل الاول. طيب دي رقم 2. طب رقم 3 والاخيره قال لك ايه؟ قال لك ان الراجل ده هو برضه نفس الكلام، هيبدا ان هو يسيطر على طريق التجاره اللي موجوده في الصحراء. ايه ده؟ هم كانوا بيهتموا بالطرق الصحراويه؟ طب هم كانوا بيهتموا بالطرق الصحراويه ليه؟ عشان يامنوا الايه؟ التجاره بتاعتهم. يبقى هقول له كده الاهتمام بالطرق الصحراويه. يبقى كده تعال نشوف من الاول، تعال نجيب من الاول تاني. هقول له كده انا كان عندي مصر منقسمه الى مملكة الشمال ومملكة الجنوب. مملكة الشمال كان اسمها مملكة الجنوب كان اسمها ناخا. فجاء عندنا ملك قوي ظهر منين؟ من طيبة، اسمه الملك نعرمر. قدر ان هو يوحد الايه؟ في مملكة واحدة سماها منف. دي الوحدة الأولى ولا الثانية؟ دي الوحدة الثانية. يبقى الوحدة الثانية نجحت ولا فشلت؟ نجحت. طب الوحدة الأولى كانت عاصمتها إيه؟ الوحدة دي نجحت ولا فشلت؟ فشلت. فشل ذريع، فانقسمت مصر إلى قسمين. طيب لما الملك نعرمر جه اتسمى العصر بتاعه بالعصر اللي في الأسرة كام وكام؟ طب العصر العتيق ده سمي بعصر، وهنا السؤال ليه سموه بعصر البناء والتأسيس؟ ايوه، لان الملك نعرمر وحد المملكتين وبنى عاصمته اللي هي مين؟ منفر. هل في خصائص او في مميزات للعصر ولا مفيش؟ عندي اول حاجه الاستقرار وتحقيق الايه؟ الامن. اهتموا بتأسيس مصر وبناء، والسؤال هنا ليه بنوا الحصون؟ لتأمين مصر من الغزاة. بعد كده اهتموا بالايه؟ العمارة. اهتموا، اهم حاجة العمارة عندهم كانت الايه؟ المقابر. كانت عبارة عن ثم اصبحت مبنية من الطوب اللبن. ثم بعد ذلك اهتموا بالأنشطة اللي ذهبوا فيها الى، الله ينور عليك، واللي سميت بأرض. بعد كده قال لك ان هم قدروا ان هم يسيطروا على محاجر وسيطروا على جنوب الجندل ويهتموا بالطرق الايه؟ وليه اهتموا بالطرق الصحراوية؟ بس خلص عندي اول عصر من العصور وهو العصر الايه؟ اللي في الاسره الاولى والكام؟ اصلا درسنا بيتكلم عن العصر الثاني اللي هتكلم عنه دلوقتي، اسمه عصر الدوله القديمه. هو الدرس بتاعنا اصلا اسمه كده، اسمه عصر الدوله القديمه، بس لازم نفهم الكلام من اوله. عصر الدوله القديمه ده بقى كان موجود فيه كام اسره؟ قال لكم 4. الاسره الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه. يبقى عصر الدوله القديمه كان موجود فيه كام اسره؟ 4 أسرة. العصر اللي بعد كده قال لك اسمه عصر الدولة القديمة. عصر الدولة القديمة هكمل من بعد الأسرة كام؟ أنا عندي آخر هنا الثانية، يبقى ظهر في الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. ده اسمه عصر الدولة القديمة. يبقى أنا عندي عصور بتيجي ورا بعضها. طيب بعد عصر الدولة القديمة ده قال لك مصر بتضعف في آخر ملوك الأسرة السادسة. الكلام ده بقى هنقوله فيما بعد. مصر بتضعف، فبيجي العصر بقى اللي مصر بتضعف فيه ما بسموش أي عصر، بسميه عصر ضعف. يا إما لو جه الأول بسميه الأول، لو جه الثاني بسميه الثاني، لو جه الثالث بسميه ايه؟ الثالث. بسميه عصر الضعف. يبقى اللي هيجي هنا بعد الدوله القديمه عصر ضعف سميه بعصر الضعف الاول. عصر الضعف الكام؟ الاول. تعال نشوف بقى عصر الدوله القديمه ايه اللي حصل فيه. قال لك بعد ما الملك مينا جه واسس الدوله بتاعتنا هيبدا يظهر عندي اسرات. فاحنا وقفنا عند الاسره الكام؟ الثالثه. اللي جه في عصر الاسره الثالثه ملك اسمه الملك زوسر، تمام؟ هو مؤسس الاسره الكام؟ الثالثه. فالعصر ده سمي بايه؟ قال لك ما اسموش البناء والتأسيس، لا ده اسمه عصر بناة الأهرامات. الله، اشمعنى عصر بناة الأهرامات؟ قال لك لأن كل الأهرامات اللي اتبنت في مصر
اتبنت في عصر الدولة الايه؟ القديمة. اهرامات كتير، اولهم هرم الملك زوسر اللي لسه متكلمين عنه في العمارة. طب ما تيجي نشوف. يبقى كده لما اسال سؤال واقول ليه سمي عصر الدولة القديمة بعصر بناء الاهرامات، هتقوم قايلين لان الملوك بنوا ايه؟ اهرامات ضخمة. ده قال لك ان العصر ده قدر المصري القديم يتقدم فيه في العمارة والهندسة والفلك، 3 علوم مهمين جدا اللي هم مين؟ العمارة والهندسة والفلك. ايه ده يا مصري يا قديم؟ انت عملت كل ده؟ طب ما تيجي نشوف كده في العمارة. تعال نشوف في العمارة. الراجل المحترم ده عمل عمارة كانت من اهم احنا قلنا في العمارة هنا لازم ايه؟ المقابر. المقبرة احنا وقفنا عند ايه؟ يعني كانت حفرة ثم اصبحت مصطبة. مبنية من ايه يا مصطفى؟ الطوب اللبن. اهو اعمل يا سيدي مصطبتك وانزل لي بايه؟ بالسلم، وبعد كده نعمل الايه؟ الحفرة نعمل الأوضة بتاعت الدفن. خلاص، يبقى دي مصطبة. يبقى هي كانت عبارة عن ايه زمان؟ مصطبة مبنية من الطوب اللبن. يعني ديت اول حاجة حصلت هنا في عصر الدولة القديمة. ثم اصبحت بعد ذلك لسه برضو قايلينها، قال لك من مصطبة الى الملك زوسر. بقى ما عجبوش الكلام. الملك زوسر ما عجبوش الكلام، قال لك انا ملك زوسر العظيم ادفن في مصطبة وكمان ني. هتروح يا عبر الزمن. قال لك لا، ده انا بدل ما ابني مصطبة حط لي يا ابني كمان 5 مصاطب فوقهم، يبقى اصبحوا بقى 6 ايه؟ مصاطب. بس بدل ما تبقى من الطوب اللبن اعملها من الايه؟ من الاحجار. فاصبح عندي ده اسمه الهرم المدرج. بنسكت؟ لا، جه في الاسره الرابعه. مين اللي يجي في الاسره الرابعه؟ ملك اسمه الملك خوف. يا عم خوف انت جاي تعمل ايه؟ انت جاي تزهقنا في عيشتنا. قال لك جينا نعمل هرم كامل. هرم كامل؟ الهرم ده من عجائب الدنيا الكام؟ السبعة. وهنا بقى هنتكلم عن الهرم شويه. ايه الهرم بقى ده؟ الهرم ده قال لك من عجائب الدنيا السبعة. عمل ايه الهرم؟ الهرم ده هو اللي بناه ملك اسمه الملك خوف. بس في هنا حاجه او في اسئله لازم نقولها. هو الملك خوفو ده هو اللي بنى الهرم؟ ما نعرفش ليه. احنا ما لقيناش غير خرطوش باسمه موجود فوق خالص. اللي هو فين؟ قال لك في قمه الهرم من فوق. طيب الهرم ده ليه من عجائب الدنيا السبعة؟ محد سال نفسه؟ تعال لما نشوف. اولا الهرم ده موجود فيه كام صخره؟ قال لك موجود فيه حوالي 2,300,000 حجر قابلين للزياده. يعني في اكتر 2,300,000 حجر. طب ما تيجي نشوف كده الحجر كبير ولا صغير؟ قال لك اقل حجر اللي هو اصغر حجر موجود هنا، حجر موجود فوق 2 طن. اقل حجر موجود في الهرم قد ايه؟ 2 طن. طب اكبر حجر كان موجود فين؟ قال لك موجود تحت في القاعده. كان كام طن؟ قال لك 15 طن. واو، 15 طن. ازاي قدروا ينقلوا الكلام ده؟ عن طريق العلماء. مش احنا قلنا ان كان موجود عندنا 7 فروع؟ في من ضمن الفروع دي كان في فرع موجود فين؟ قال لك ده كان موجود في الجيزه اللي بنوا فيها الاهرامات. شفت العظمه بتاع المصريين القدماء؟ ده عظمه كتير، لسه هنتكلم عن عظمه اكتر. يبقى كده عندي مصطبه، ثم اصبحت 6 مصاطب، ثم اصبح هرم كامل. طيب بعد كده يجي النحت. انت هتنحت ايه؟ قال لك الناس المحترمه ده هتبدا تنحت معايا تماثيل. تماثيل مين؟ قال لك النبلاء. مين النبلاء دول؟ قال لك النبلاء دول اللي هم الناس الغنيه والملوك والحكام، كل دول النبلاء. يبقى هيعملوا تماثيل مين؟ للنبلاء. طب مين تاني؟ قال لك عملوا تماثيل تانية. قال لك تماثيل زي ايه؟ قال لك زي شيخ البلد. شيخ البلد دلوقتي. زمان بقى كان اسمه تمثال النبيل. ما علينا. تمثال النبيل مين؟ اقرأوا الاسم يا رب تقرأوه صح. في حد نطقه كعبر. مين كعبر في دماغك؟ كعبر مش كعبر. مين كعبر ده؟ ما علينا، اكتبوه كعبر بس انطقوه كعبر. خلاص، ده تمثال شيخ البلد او عند المصريين القدماء اسمه تمثال النبيل. خلاص، تمثال شيخ مين؟ البلد. قال لك كان في تماثيل تانية. تماثيل مين؟ قال لك تماثيل ذات ايه؟ قال لك وضعيه جديده. زي مين؟ قال لك التمثال اللي طبعا ريتاج الفنبي الكاتب المصري. اسمه ايه ريتاج؟ حي صراع. لا، ما هوش لوحده، في اسامي كتير، كتاب كتير مصريين. يبقى انا عندي 3 انواع من التماثيل. بنوا تماثيل للملوك اللي هم النبلاء، نحتوا تمثال شيخ البلد اللي هو النبيل اسمه ايه؟ كعبر. وعملوا تماثيل ذات شخصيه او ذات وضعيه جديده زي تمثال الكاتب الايه؟ المصري. يا سلام عليك يا مصر. خلاص. طب انا عايز اسال سؤال بقى، هم ليه كانوا بيعملوا تماثيل للملوك؟ قال لك السؤال ده مهم
جدا. ليه عملوا تماثيل الملوك؟ عشان في حاجه كده موجوده عند مصر القديم بتقول ان الملك هو اللي بيحكم وهو يعني رب الدوله. يبقى كده هم كانوا بيعملوا تماثيل الملوك علشان بيقول لك قدسيه الملك، اللي هو التقديس بتاعه بقى ان هم يقدسوه وانت المولاي ومش عارف ايه. يبقى هم عملوا التماثيل الملوك عشان قدسيه الملك. اخر حاجه بقى الادب ده اهو. لما بنيجي بقى نتكلم بيقول لك الادب فضلوه عن العلم، يعني الاحترام اولا وياتي العلم ثانيا. فالمصري القديم كان بيقدس الادب جدا. في الاهرامات عملوا نصوص جوه، نصوص اسمها نصوص الاهرام. النصوص دي بتتكلم عن ايه؟ عن الاحترام والادب والذوق والاخلاق، تمام؟ اسمها نصوص الاهرام. وفي مقوله اخرى اسمها ماتون الاهرام. يبقى هم عملوا اول حاجه نصوص الاهرام، او في مقوله اخرى ماتون الاهرام. الكلام ده موجود فين؟ قال لك على جدار في الهرم الاكبر. طيب مكتوبه بايه؟ قال لك مكتوبه باللغه الهيروغليفيه. اللغه الايه؟ الهيروغليفيه، اللي بسببها اتعمل عند التاريخ المصري الايه؟ القديم. طب يا عم المصري القديم هو انت عامل ده بس؟ قال لك لا، ده عامل حاجه اسمها نقوش بارزه. يعني ايه بارزه؟ بارزه طالعه لبره، لو حسست عليها كده تعرف تقرا الاسم. ويعملوا نقوش غائره، غائره اللي هي حفر جوه، خلاص؟ يبقى قدروا يعملوا نقوش. ده مش بس كده، ده قال لك ان هم عملوا رسومات جوه الجدران المعابد تحفه. اجيب لكم انا صور ليه؟ ابعت لكم الصور ليه على الجروب. تحفه. ليه؟ لان في مقبره كامله لحد الان لسه محتفظه بالالوان بتاعتها. الالوان كانوا بيستخدموا الالوان كويس جدا، اللبس بلون، الشخصيه بلون، الاسامي اللي بتبقى موجوده بلون، الكلام بلون، الوان جميله جدا. بعد كده يجي بقى في الاخر خالص ونسال السؤال بتاعنا، ما المقصود بماتون الاهرام؟ هقوم قايل له هي مجموعه نصوص دينيه نقشت بالخط الهيروغليفي على جدران حجرات الاهرام. ان شاء الله الحصه الجايه وده اللي مطلوب منكم ان شاء الله تحفظوا لي اسماء الملوك اللي هكتبها. الملك الاول اهو، الملوك عندي 8. الاول زوسر، الثاني سنفرو، الثالث خوفو، الرابع خفرع، الخامس منكورع، السادس أوسركاف، السابع أوناس، الأخير بيبي الثاني. أسامي الملوك إن شاء الله الحصة الجاية أنا هاخد كل الملوك دي، تمام؟ نلتقي الحصة القادمة والساعة بقت إلا 5.